ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. وحشتوني قوي بجد، لا يعني بجد وحشتني الفيديوهات معاكم قوي. النهارده بقى هعمل معاكم فيديو هقول لكم فيه على اكتر البرودكتس اللي هي سعرها قليل جدا لكن النتيجه بتاعتها حلوه جدا 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 عن تجربه. شايفين كام جدا في الموضوع؟ طيب هبدا معاكم على طول من غير كلام ورغي كتير زي ما احنا متعودين برغي معاكم قوي. بس حطوا سبسكرايب دلوقتي حالا وشيروا السبسكرايب ورجعوا حطوها تاني عشان هنعمل فيديوهات ان شاء الله كتير ان شاء الله طبعا. بس شيلوها ورجعوها تاني عشان توصلكوا اي فيديوهات هعملها معاكم ان شاء الله. بصوا بقى، اول حاجه هبدا معاكم دي اكتر حاجه بحبها فيهم وهي الليب بالم بتاعه كيرن مور. بصوا هي مش باينه قوي، هحاول احط لكم صوره ليها تبقى واضحه، بس هي اسمها كير ان مور. الليب بالم دي سعرها 12 جنيه ونص، في اماكن بتباع ب 10 جنيه. هي من احلى الليب بالم، حطوا تحت كلمه احلى دي مليون خط. هي بتنافس الحاجات الغاليه جدا، بترطب حلوه قوي، مش بتسيب الطبقه الدهنيه الوحشه اللي بتبقى على الشفايف زي بتاعه لونا مثلا او كده. لطيفة جدا، خفيفة، مش بتخلي الشفايف تنشف خالص. طعمها جوه الشفايف حلو، مش زي بتاعه اماندا اللي كان طعمها سيء جدا جدا جدا. هي مش محتاجه ان انت مثلا تنامي بيها عشان تجيب معاكي نتيجه، انت بعد ما تحطيها ب10 دقايق بتلاقي نتيجه على طول. فتحفه يعني، دي هنديها 1,000,000/10. فدي تحفه جدا جدا. لو لقيتوها اشتروا منها 2-3 حطوها عندكم عشان اكيد سعرها هيغلى مادام انا قلت عليها. طيب تاني حاجه هقول لكم عليها هي مرطبات الايد ومرطبات الجسم. انا بحب قوي 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 حاجات لونا، على عكس طبعا الليب بالمز بتاعتهم. انا بحب مرطباتهم جدا لانها تحفه كلها. منها كذا لاين. اول حاجه اللي هو السوفت ده بتاع الايد، لو انتوا بتحبوا الحاجات السوفت بتشرب بسرعه جدا وبيرطب الايد حلو قوي، بس حطوا منه كذا مره في اليوم عشان تلاقوا نتيجه بسرعه. حطوا مثلا حوالي 5-6 مرات في اليوم عشان تلاقوا نتيجه حلوه. ده اللي هي الشيا باتر بتاعتهم للجسم بقى والايدين، واللي هي يعني الكوع والركبه والحاجات دي بترطب حلوه جدا. برضو قرروا منها كذا مره، ممكن تحطوا 2 أو 3 مرات في اليوم. دوت اللي هو الجليسرين بتاعهم، انا بحط منه على ايدي، بيرطب حلو جدا ومش بيسيب طبقه الجليسرين الرزله في الجليسرين العادي، او اللي هو عارفين طبقه الفازلين دي، هو مش بيسيب الطبقه الرزله دي، هو بيتشرب بعد حوالي 5 دقايق او 10 دقايق كده، برغي شويه. طيب بعد كده في عندنا هنا بنحتاج مثلا ووتر، او بنحتاج اللي هي مزيل الميك اب، يعني ميك اب ريموفر. ده من احلى الانواع اللي انا جربتها. هو يعني نوع مش معروف، نوع كده مش براند ولا اي حاجه، لكنه تحفه جدا، وده سعره 35 جنيه. عايزه اقول لكم كميته ممكن تقعد معايا حوالي 2 أو 3 شهور، لان احنا مثلا مش بنحط ميك اب كتير او كده. بس تحفه جدا، وبيشيل كل الاتربه اللي على بشرتك قبل ما تغسلي وشك، ومش بيحسس البشره، ودي بالنسبه لي اكتر حاجه حلوه. هو اسمه ايزي كير، يعني هحاول احط لكم صوره ليه علشان يبقى واضح اكتر. هو اسمه ايزي كير، ده شكله. لما بلاقيه بشتري منه حوالي 3 او كده، لان اصلا صلاحيته 3 أو 4 سنين، فبيقعد معايا وقت كبير جدا ومش بكون محتاجه اشتري كل شويه. طيب ايه كمان؟ ده كريم سيتروبانتين للبشره، مرطب للبشره. احنا بنبقى محتاجين وعارفين سيرمز البشره ومرطباتها بفلوس كتير قوي، فدكتور قبل كده كتبت لي ده للبشره الدهنيه وطلع لطيف قوي قوي قوي، مش بيطلع حبوب، بيرطب البشره حلو جدا، وسعره 40 جنيه، فده حلو قوي. طيب في عندنا اللي باقيين دول انا مش عارفه بصراحه هيندرجوا تحت الحاجات اللي سعرها قليل ولا لا، بس هقول لكم عليهم لان حبيتهم جدا وسعرهم مش غالي قوي. ده سعره حوالي حاجه و70، يعني تقريبا 75 73 كده. ده ديودرنت، عايزه اقول لكم تحفه جدا، براند اسمه كولاجرا، هو مش مشهور قوي لكن هو تحفه واحلى من براندز كتير قوي سعرها اوفر، زي بيزلاين مثلا. ده ما عجبنيش خالص، بيزلاين جربته بكذا حاجه وطلع سيء جدا جدا جدا، مفيش مقارنه بينه وبين القمر ده. فلو شفتوه وتقدروا تجيبوه حلو جدا، وسعره مش غالي خالص وبيقعد معاكم كتير. في عندنا بقى لاش سيرم. ده تحطوه قبل النوم، او تحطوه كده لو انتوا قاعدين في البيت على رموشكم او على حواجبكم، وبيطلع رموش حلوه جدا جدا وبيكثفها وبيطولها، تحفه ويستاهل كل جنيه يدفع فيه. وده كان تقريبا سعره 95. بيقعد معايا كتير جدا جدا، يعني دلوقتي خلصان نصه وبستخدمه على طول وبيقعد معايا كتير قوي.
اخر حاجه بقى وهو استورفل مش بيجي على كل انواع البشره، بس بيبقى حلو على البشرات الدهنيه والبشرات المختلطه وبيجيب معانا نتيجه كويسه. انا بالنسبه لي مش بستخدم ده بس، بستخدم انواع كتير. لو عايزين نتكلم باستفاضه عن غسولات وصابونات البشره الدهنيه وازاي نتعامل مع البشره الدهنيه، اكتبوا لي تحت في الكومنتس ونقول مع بعض. مش عايز اطول عليكم، عايزه اقول لكم كل المعلومات بسرعه جدا، بس لو حبيتوا الفكره قولوا لي تحت في الكومنتس واقول لكم على البرودكتس مثلا جبتها كانت غاليه وطلعت حاجات مش حلوه خالص، او اعمل لكم سلسله مثلا لحاجات رخيصه تانية بارت 2 وطلعت حلوه جدا. لو حبيتوا الفكره اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه نوعيه الفيديوز اللي انتوا حابين اعملها الفتره الجايه. حطوا لايك مهم قوي، اعملوا سبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.